تعالوا النهاردة نعمل شوية بقسماط بيتي سهل لذيذ زي بتاع الشركات بالظبط، واحلى كمان واصح من بواقي العيش الفينو. هتعملوا احلى واجمل بقسماط. صلوا على النبي كتير واعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. بجد هيعجبكم جدا، سهل حلو قوي، ينفع للبانيه واي حاجة هتغلفوها من بره. حلو حلاوة مش طبيعية، وكمان لذيذ وسهل جدا. في الاول هجيب الفينو او بواقي الفينو اللي موجودة عندك. طبعا انتوا في المدارس بيتبقى عندكم بواقي الفينو بقى من الاسبوع كله او اي حاجة. والفيديو بتاع السامبايتس اللي قبل ده انا كنت مقشرة العيش، فخدت قشور العيش دي كمان وحطيت عليها شوية من الفينو، وقلت استخدمهم في الوصفة دي. يعني كل دول ما يكملوش مثلا 5-6 ارغفة من الفينو. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هحطهم في صاج وهحط لهم كمان رشة من الدقيق كده زي بايدي كده، يعني زي مثلا 3 معالق دقيق كده من بتاعة الاكل اللي بناكل بيها الرز. احط لهم كمان رشة من السمسم، قولي مثلا معلقتين سمسم. وكمان هحط لهم رشة من حبة البركة، كله بايدي كده من غير معايير ولا حاجة. طبعا الفرن هيبقى سخن. هتدخليهم بقى الفرن لحد ما العيش يتحمص والدقيق يتحمص وحبة البركة والسمسم وكله يتحمص في بعضه. خلاص، صلوا على النبي كتير عليه افضل الصلاة والسلام. بعد ما اتحمص بصوا نشف ازاي، نشف خالص. هجيب بقى الكبة وهضرب كل ده الفينو مع الدقيق مع السمسم مع حبة البركة اللي احنا حمصناهم في الفرن. ارجعهم في الصاج تاني، هو الصاج ما تبهدليش مواعين كتير. ارجعهم في الصاج تاني علشان بقى اخلطهم واحط عليهم التتبيله والبهارات بتاعتهم. في ناس بتحب تضيف كاري وكركم على البقسماط، بس انا ما بحبش، بس اللي حابب يضيف براحته مفيش مشكله. وطبعا البقسماط ده بيتشال في التلاجة. ههويه كده من السخونه بتاعه الفرن والكبه، وهحط له بقى هملحه بقى. يعني مش هملحه احط له ملح، لا، علشان العيش اصلا بيبقى طعمه حلو ومعتدل يعني. هحط له بقى توم بودره وبصل بودره، نص معلقه كده من كل حاجه. وهحط له كمان نص معلقه من البيكنج باودر علشان لو غلفتي فيه حاجه يبقى ايه، هش كده ومقرمش، ويبقى كده مش مكتوم. فاهمين يا خالته هنا؟ لو حابين تنخلوه بالمنخل انخلوه، بس احنا حطينا حبة البركة والسمسم، بصراحة هيدوله طعم جميل بالذات في البانيه والحاجات اللي بتتغلف، البطاطس المقرمشة والحاجات دي. حلو جدا وسهل جدا، بس طبعا هتشيلوه في برطمان في التلاجة. وزي ما قلت لكم براحتكم، لو حابين تزودوا كاري وكركم والحاجات دي براحتكم. يلا، لو عجبكم الفيديو حطوا له لايك واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. بحبكم جدا في الله، مع السلامة.